السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. متنسوش بقى قبل ما نبدأ في الفيديو ننزل كلنا نصلي على النبي في التعليقات تحت. وتعالوا بينا نسمي الله ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو بتاعنا كان هو كان روتين، كنت مصوره لكم روتين بقاله يومين، يعني يومين ورا بعض. منضفين بقى المطبخ وماسحين التلاجة والبوتاجاز والفريزر والرخام والمطبخ مسيقين وكل حاجة، بس قدر الله ما شاء فعل. الفيديوهات اتمسحت مني غصب عني. ما تبقاش معايا غير المقطعين دول، فده مكتوم كده وقلت هنزلهم لكم يعني. اول حاجة كده، يعني احنا كنا رحنا السوق واشترينا بقى الخضار والفاكهة والحاجات، وكنت مصورة لكم كل ده طبعا، بس الحمد لله يعني كل ده اتمسح. وكنا طبعا جايبين سمك كده مع بعض. فتعالوا بقى بينا نشوي السمك ونطبخ الرز كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا جبت الرز بتاعي غسلته. بغسله كذا كذا مرة كده علشان المية بتاعته تبقى رايقة وحلوة يعني. وباخد المية بتاعت غسيل السمك دي، غسيل الرز دي، وبحطها على السمك. جربوها كده يا جماعة، اللي حطها على سمك او على فراخ او على اي حاجة زفرة او كده بتغسليها، فبتحوش منها الزفرة وما بتخليش فيها اي ريحة يعني. بدأت بقى ان انا اغسل الرز، قلت لكم بغسله كذا مرة كده علشان يبقى رايق وحلو. وهسيب بقى السمك بتاعي كده منقوع في المية اللي هي بتاعة الرز دي علشان تحوش منه اي زفرة فيه. هصفي بقى الرز بتاعي كويس كده من المية، وهروح بقى على البوتاجاز. في حلة كده حطيت معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين من الزيت. في اي رز بعمله بحب ان انا احط زيت على سمنة. السمنة بتديني طعم حلو، وكمان الزيت بيديله كده لمعة وبيخليه كده مفلفل وحلو. بعد ما الزيت والسمنة بتاعه سخن كده مع بعض، نزلت بالرز اللي انا مصفياه كده ما يكونش فيه ميه، ونزلته في الزيت كده وفي السمنه. وحطيت له طبعا الملح وقلبتهم كده كويس مع بعض، لحد قعدت اقلب فيهم شويه كده لحد لما اتغلفوا. كل الرز اتغلف حبيبات الرز كده اتغلفت بالسمنه والزيت زي ما انتوا شايفين كده، وسخنوا كمان مع بعض. نزلت عليهم على طول بميه من الحنفيه عادي، يعني مبستخدمش ميه سخنه ولا حاجه. هسيبهم على نار عاليه بقى لحد لما الرز بتاعي يغلي ويتشرب الميه بتاعته. وبعد كده اديله تقليبه وهدي عليه النار واسيبه بقى يكمل سواه كده على الهادي. تاني حاجة كده معانا هنعمل الحدوق كده بتاع السمك او التحديقة، زي ما عملتها معاكم قبل كده في فيديوهات كتير. انا معايا كده فلفل احمر وفلفل اخضر وليمون وجزرتين كده صغيرين كده لقيتهم في التلاجة. وطبعا انا بحط التوم بقشره يا جماعة، احنا عندنا هنا بنحط التوم بقشره، بنحش القشر اللي هو الكبير اللي بره ده، وبنحط التوم كده بقشره. غسلت طبعا الفلفل والجزرتين دول مغسولين. هقطع كده ليمونتين صغيرين كده حلوين واحطهم برضو، بنعمل الليمون برضو بقشره. الليمونتين دول بقى هعصرهم كده فوق السمك، هغسل بيهم السمك يعني. وهحط كمان مع الحدوق بتاع السمك ده، احط له كده شويه من الشبت والكزبره، عودين كده شبت على كزبره. الله بقى على ريحه الحدوق ده بعد ما تفرميه كده في الخلاط. طبعا بقى بنحط له الميه في الخلاط، الميه على قد ما انت عاوزه يعني. بقشر كده القشره الكبيره اللي هي بتبقى بره دي، وبحط فصوص الثوم كده زي ما هي، بتديني ريحه. وكمان بتديني كده تخلي الحدوق معايا تقيل كده وحلو. هحط بقى عودين كده من الشبت على الكزبرة، بس هغسلهم كده تحت المية. الرز بتاعي طبعا على النار، كنت قلبته بقى واديته كده تقليبة حلوة، ونقلته على عين صغيرة وهديت عليه وسبته بقى ايه يكمل سوا كده على براحته. هحط مية برضو شوية مية كده في الخلاط بس مش كتير. ما بحطش الملح في الخلاط، انا بستخدم زي ما قلت لكم في الحدوق او الرز او سليق اي حاجة، بستخدم الملح اللي هو الخشن اللي انا وريته لكم.
فما بحطهوش في الخلاط. بعد ما بضرب كده الحدوق بتاعي بروح مفضياه في الطبق وحط عليه الملح واقلبه تقليبه عشان الملح يبوش. انا زعلانه جدا على الفيديوهات اللي اتمسحت، كنت عامله لكم روتين تشجيعي حلو قوي، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. كده ضربت الحدوق بتاعي كده في الخلاط، ما بخليهوش ناعم قوي، بخليه خشن شويه علشان بعد وانا بحدق كده السمك يطلع على جسمه كده من الحاجات دي، من الفلفل والليمون والثوم، الحاجات دي بيدوله شكل حلو وريحه حلوه، بيخلي شكله كده يفتح النفس. كده على طول واحنا كده واقفين اي حاجه وسخناها على طول نشطفها ونعينها مكانها، تلاقي الدنيا رايقه معاكي والحوض بتاعك رايق مفيهوش مواعين كتير. ده الملح اللي انا بستخدمه الخشن. حطيت بقى شويه كده في الميه وقلبتهم. غسلت الحوض بقى بعد كل اللي انا عملته ده، غسلت الحوض وفضيت بقى السمك فيه، وهنبدا بقى ان احنا نغسل السمك من نغشيشه كده ومدي صبعي كده في قلب في بطن السمكة عشان اطلع المرارة، عشان بعد ما بيشوى بتخلي السمكة مرة يعني، فلازم نطلعها. كنت وريت لكم برضو قبل كده في فيديو ازاي تطلعي المرارة بتاعت السمك يعني. ما بفتحش السمك اللي بيشوى ده، ما بنفتحوش، مش بنفتحه ولا بننضفه ولا بنطلع منه اي حاجة غير المرارة. للناس يعني اللي بتبقى تقعد تقول ازاي مش بتفتحوا السمك او مش بتنضفوه، مش بننضفه غير لما نكون هنقليه بس. هيتشوي يبقى هيتشوي زي ما هو كده، بس يتغسل كويس عشان الزفارة ونشيل ونشيل بقى المرارة زي ما قلت لكم كده، وهو يبقى كده فل. وبنغسل كمان الدماغ بتاعه كده ونغششه ده عشان بيبقى فيها آه، اوساخ وحاجات كده، فلازم تغسليه. السمك بتاعي صابح وزي الفل. وما تيجي تنقي السمك، تنقي السمكة اللي هي تبقى حمرا دي. وجايبة كمان سمك من اللي هو الصغير ده عشان حماتي بتحبه. انا مش بحب السمك الصغير ده، انا بحب الكبير. بس السمك الكبير والصغير كان طعم وحلو، وكمان كان مبطرخ كده وجميل. بعد ما غسلت السمك كده كويس، انا كنت رايحه بقى عشان اشوف خدت المعلقه كده، كنت رايحه عشان اشوف الرز واقلبه. هنحط بقى على السمك بتاعنا ده الردة، هنشويه بالردة، وناخد بقى كل عدتنا كده الطبق والمصفى اللي هنحط فيها والحدوق والسمك، وننزل بقى تحت عند الفرن علشان نشوي السمك. انا كنت نسيت الكاميرا مفتوحة ورحت عشان اقلب الرز، فكرت ان انا قافلة الكاميرا يعني، لكن هي كانت شغالة. طلعت بقية السمك كده. كده بقى هناخد كل حاجة وننزل تحت بقى عند الفرن علشان نشوي زي ما قلت لكم. هنا بقى كنت بقول لكم السمك صابح، وتجيب السمكة اللي هي بتبقى الحمرا ديت تبقى حلوة. السمك ده الشبار اللي هو الكبير ده جايباه ب60، والشبارة اللي هي الصغيرة ديت جايباها ب30 جنيه. بس بصراحة كانوا شوية سمك زي الفل ومبطرخين وطعمهم حلو. نزلنا بقى تحت كده وشغلت الفرن علشان يسخن. الفرن بتاعنا بقى قديم شوية معلش. بدأت بقى ان انا ارص السمك بتاعي كده على المطرحة كده اللي هي المدورة دي زي ما انتوا شايفين، ومشغلة طبعا الفرن عشان يحمى عشان نحط فيه السمك. بتعرفي ازاي ان الفرن بتاعك حمى؟ تجيبي شوية ردة كده تحتفوهم في وسط الفرن لساعة ما تلاقيهم كده دخنوا وتحرقوا، يبقى كده الفرن بتاعك زي الفل، تسقلي فيه السمك بقى. انا عندي حته كده في الفرن اللي هي على اليمين ديت بتبقى ايه، بتحمر بسرعه يعني، او هي بتحرق الحاجه، فلو ما خدتش بالي منها تحرق معايا السمك. والحته اللي في النص اللي انا قلبتها دي، اللي انا قلبت فيها السمك دي، حطيت بقى كل السمك، كميه السمك اللي معايا في قلب الفرن، والحته اللي انا عارفه ان هي حاميه شويه فببدا ان انا اقلب فيها السمك، بلاقيه خد لون زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا النار تبقى عالية في الاول، تبقى عالية من فوق ومن تحت. اول لما ياخد لون وتلاقيه احمر كده تبدأي بقى تهدي النار شوية من فوق وتسيبيه علشان يستوي. مش بنهديها برضه قوي خالص، لا، لكن بنسيبها ايه، تبقى حامية شوية. وده شكل السمك بعد ما خلاص، بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، شوية سمك زي الفل. هغطي عليه بقى واسيبه كده لحد ميعاد الغدا. انا كنت مصوره الفيديو معاكم كده على اخره كده علشان الروتين طبعا اللي عاملينه معاه، لكن بقى للاسف زي ما قلت لكم الطبق ده كده مخصص للسمك، مصفى كده وتحتها طبق علشان لو نزل اي ميه ولا حاجه تقدري تستغنى عنها او تفضي. والرز بتاعنا كمان استوى بقى زي الفل. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ما تنسوش اللايك يا جماعه، واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. اشوفكم بقى على خير في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش بقى اللايك يا حبايب قلبي. مع الف سلامه.